وكالعادة مسلسل الفرص الضائعة لسه مكمل معانا، والاهلي بيتعادل مع شباب بلوزداد تعادل سلبي. خلينا نبص للجانب الايجابي، الاهلي لسه متصدر المجموعة ب5 نقط، والاهلي قادر انه فعلا يصعد من المجموعة دي، سواء يانج سواء شباب بلوزداد او سواء ميدياما. ال3 فرق والله في المتناول، وده تقريبا اللي مزعل جمهور الاهلي. هو مجموعة كنت تقدر تكسب بسهولة جدا المباراة اللي فاتت والمباراة دي. الماتش اللي فات بيخش فيك في الدقايق الأخيرة هدف بصراحة ساذج قوي، والمرة دي بتضيع فرص كتير جدا. كنت تقدر تبقى بالعلامة الكاملة 9 نقط زي الفل. بس ازاي انا الاهلي لو ما صعبتهاش على نفسي كده وصعدت بشق الانفس زي ما بيقولوا، ما بقاش انا الاهلي. تحس ان هم هيحرمونا من البطوله مثلا، اللي هو انت صعدت صعود سهل، لا ما ينفعش، لف وارجع تاني. تقريبا هو دور المجموعات ده كمان فيه لعنه. الوداد خسر من مباراتين ولسه اخيرا كسبان سيمبا بهدف وكان هيتعادل. بالنسبه للاهلي كل الناس متضايقه دلوقتي من الاداء اللي احنا بنشوفه. هو الاداء ده بقى السبب فيه كولر ولا الاداء ده السبب فيه اللاعبين؟ الصراحه انا ما اقدرش الوم على كولر بالذات في الشوط الاولاني النهارده. تعالوا نعد كده كام فرصة جت للأهلي وكام فرصة الأهلي ضيعها. أول كرة حسين الشحات في الجبهة التانية وبيديها باص بالمقاس لكهربا وبيلف وهوب في السما. بعديها على طول ركنية بتترد لكهربا، بيرفع عرضية لربيعة برضو بتضيع. حسين الشحات اللي كان عامل جبهة كويسة جدا امبارح، وأصلا المدافعين بتاعت بلوزداد كان باين عليهم جدا الضعف اللي فيهم، وبياخد الكوره. بص دي حنكشه بقى، دي اسمها ان كهربا قاعد يحنكش كده وما كانش عارف يتصرف، راح شايطها تقريبا في رجل مدافع بلوزداد وراح مخرجها ركنيه. دي بقى الكور اللي بتقول جون، يعني ما فيهاش نقاش، اللي هو 3 ضد حارس المرمى. يعني ما فيش، بص المدافعين جايين متاخرين، يعني لو حسين لعبها اون تايم لكهربا في الزاويه الثانيه جون. ده المفروض، يعني لو عدينا اللي فاتوا دي جون. وده ايه ده بقى؟ قفشه بيدي كوره لبيرسي تاوي، ايه ده؟ الزاوية التانية مفتوحة، لا ألعب بقى في جسم الحارس. كل ده في شوط واحد للأهلي. فعلا الأهلي كان مسيطر عليه، لأنه شباب بلوزداد كان بيلعب بتكتل دفاعي كبير جدا، بيدافع بكل اللعيبة تقريبا. كولر كان عنده ذكاء ان هو كان رامي ديانج وقفشه وبيحاول يضغط بالاتنين دول. ما اعتقدش ان شفت شباب بلوزداد الشوط الاولاني كله. الشوط التاني بقى قلنا خلاص مفيش مشكلة، الأهلي ضيع على الأقل هدفين، هننزل الشوط التاني نجيب، لا برضو فضلنا نضيع. كورة بالمقاس لحسين الشحات اللي طالع كأنه هو المهاجم، وبصراحة مش قادرة اقول ان حسين ضيع، دي خبطت في العارضة، هي تقريبا العارضة كانت متأمرة علينا. دي اقدر اقول عليها سوء توفيق كبير جدا بيقابل النادي الاهلي في المباراة الاخيرة، مع كمان انه اللعيبة انا مش عارفة في ايه، ولكن عندهم ازمة ثقة غريبة جدا. ده مخلي كمان التوفيق مش مساعد معاه، تحس ان كل واحد قلقان وعارف ان هو مش هيجيبها، وتوتر كبير جدا. ويا لهوي بقى لو احنا وصلنا لاخر الماتش واحنا متعادلين 4 بقى وميس بوس، ما بتبقاش فاهم في ايه. يعني انا الشوط التاني ده ما كنتش فاهمه في ايه، تراجع بدني غريب جدا من الاهلي، 4 وميس بوس من اللعيبه، وحاسه انه اللعيبه تقريبا بتفكر في حاجه، ومن كتر ما هم مرهقين بدنيا مش قادرين يأدوا ده. ومش قادره افهم بصراحه الارهاق البدني اللي احنا اخر مباراه كنا بنلعبها تقريبا من اسبوع، ده احنا لسه في بدايه الموسم، يعني لسه بنقول صباح الخير ابتدينا الموسم. وسبيشالي كمان ان كولر بيعمل روتيشن كتير جدا، ده ساعات بتقول كفايه كولر روتيشن، يعني كفايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تلوم عليها كولر في الشوط التاني هو ان هو لما شاف ان الفرقه بتنهار منه كان لازم يغير بدري. وحته التغيير، انت جيت في مره رحت شايل مروان عطيه وديانج، طمعت شباب بلوزداد في الكوره، وابتديت ان انت تبص ان هما الناحيه التانيه بينزلوا لك مهاجمين. كوكا مدافع كويس جدا بيلعب رقم 6 كويس، بس كنت سيب واحد منهم، طلع خلاص حد تمام، انا متفهمه جدا، ونزل امام عاشور. انا مش ضد التغييره دي، امام دايما هيعمل لك الفارق، لكن ما تسحبش الاثنين مره واحده وتسيب خط النص ليهم. هما فجأة شباب بلوزداد فعلا طمعوا في الماتش وكانوا هيخطفوه، والسهوة بتاعت كل مرة وشاطوا عليك شوطة كده، يعني اللي هو محدش هيدافع يا جماعة، انتوا ال3 واقفين بتتفرجوا عليهم، وراجل سند واتحرك وبوم كان هيجيبها جول. اقدر اقول ان الشوط الاولاني الاهلي كان متحسن كتير عن المباريات اللي شفتها قبل كده، وكان بيصنع فرص كتير جدا، ولكن الشوط التاني لسه فيه علامة استفهام كبيرة. وانا بثق انه الاهلي هيعرف يلم نفسه قبل كاس العالم هو واللاعبين، وهيقدروا ان هم يقدموا مستوى افضل من اللي شفناه، واتمنى انه يعالجوا مشكله البدني وازمه الثقه اللي بقت في الفينشنج واللمسه الاخيره. اعتقد اللعيبه مع حلم كمان كاس العالم هيكون عندهم اصرار اكتر، بس يا رب الاصرار ده ما يقابلوش بقى 4.
انا دايما بيبقى عندي ثقة في لعيبة النادي الاهلي ان هي في المحافل الكبيرة ان شاء الله مش هتخذلنا، فلازم ان الفترة دي فعلا احنا ندعم لعيبة الاهلي. مش وقت ان احنا نوجه نقد لاي حد، احنا في مشاكل عندنا بنحاول نشتغل عليها، بس مهم جدا الدعم عشان نحل مشكلة الفرص الضائعة والمسلسل ده ينتهي. انتوا بقى من رأيكم شايفين ايه هي اسباب الفرص الضائعة واسباب ان الاهلي بيتعادل، وشايفين الاهلي هيقدر يعمل ايه في كاس العالم للأندية؟